مساء الخير. أن تعترف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء فذلك تحول تاريخي لافت في تاريخ المغرب الحديث. الأمر يتوج جهودا مضنية دؤوبة مثابرة بذلها المغرب لدى المجتمع الدولي وعواصم الدنيا من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. قبل ذلك الحدث المعلن من واشنطن كانت 3 دول عربية هي الإمارات والأردن والبحرين قد أعلنت عن فتح قنصليات في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء، في خطوة ستليها خطوات بنفس الاتجاه تقوم بها دول عربية أخرى. وتلتحق القنصليات العربية بقنصليات أفريقية كانت سباقة أقيمت في الصحراء معترفة بسيادة المغرب عليها. الولايات المتحدة ستقيم قنصليتها في مدينة الدخلة في خطوة ستعزز موقف الرباط في سعيها للدفاع عن خطتها لإقامة حكم ذاتي في الصحراء تحت سيادة المغرب. إعلان واشنطن تزامن مع الإعلان عن إعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل على نحو أثار ضجيجا حول العلاقة القديمة الجديدة للمملكة مع إسرائيل، وجدلا حول ما قيل إنه مقايضة دبلوماسية دولية كبرى جرت لاعتراف أمريكا بخيار المغرب في الصحراء. في ذلك ما يدفعنا إلى أن نبحث في ملف علاقات المغرب مع العالم من خلال دبلوماسية الصحراء. نقاش أبعاد من الرباط مع الأستاذ صبري لح المحامي المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، ومن واشنطن مع الدكتور سمير التقي الباحث في معهد الشرق الأوسط، من لندن مع الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ خير الله، ومن باريس مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى الطوسة. المغرب والعالم، دبلوماسية الصحراء، بعد الفاصل. إذن المغرب والعالم، دبلوماسية الصحراء، نقاش هذا المساء، نقاش أبعاد من الرباط، من واشنطن، من لندن، ومن باريس بعد هذا التقرير. قرار واشنطن الاعتراف بمغربية الصحراء شكل تحولا تاريخيا لافتا وداعما لموقف المغرب في دفاعه عن وحدته الترابية. وقرار تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل يزيد أعراض التحولات الكبرى الجارية في الشرق الأوسط. لكن قبل هذا الحدث أن تقرر 3 دول عربية فتح قنصليات لها في مدينة العيون الكبرى مدن الصحراء في المغرب، فذلك أن تطورا دبلوماسيا لافتا يدفع المنطقة العربية للانخراط الجلي إلى جانب الرباط في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب وسيادته الكاملة على الصحراء. وفي إعلان الإمارات والبحرين والأردن عن فتح هذه القنصليات يمهد لدول عربية أخرى للانضمام إلى هذا السلوك على منوال ما فعله الأفارقة في إقامة 15 قنصلية في الصحراء في انعطافة تضامنية أفريقية لافتة مع المغرب. دبلوماسية القنصليات العربية تحسب لقرار عربي، لكنها أيضا تحسب لمقاربة سياسية مغربية لطالما اعتبرت في السنوات الأخيرة أن حل نزاع الصحراء لا يمكن أن يكون عسكريا أمنيا، بل إن المسألة تحتاج إلى دبلوماسية سياسية داخلية وخارجية. وربما أن تلك المقاربة الهادئة المثابرة ذات النفس الطويل هي ما قاد إلى الانقلاب الذي حصل في الموقف الأمريكي. دبلوماسية القنصليات العربية قد تكشف عن ظهور محور عربي معتدل يكون المغرب جزءا منه لمقاربة شؤون المنطقة ومواجهة الاستحقاقات والتحولات المقبلة في المغرب العربي ومشرقه. فيما تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية يندرج ضمن حسابات المصالح الكبرى التي يدافع عنها المغاربة بإسهاب. وفيما يقترب موقف العرب وواشنطن من موقف الرباط، فإن قيام قنصليات إماراتية، أردنية، بحرينية وقنصليات عربية أخرى لاحقا قد يعيد تعريب الحل في الصحراء، بحيث يكون تمرينا مساعدا لتأمين غطاء عربي لإنضاج حل يحفظ للمغرب وحدته ويرفع لدى دول المنطقة آفاق السلم والتعاون والازدهار. الحدث أعلن من واشنطن. أتوجه إلى واشنطن مع دكتور سمير التقي الباحث في معهد الشرق الأوسط. دكتور سمير، في أسئلة كثيرة، أهلا بك طبعا، أهلا، في أسئلة كثيرة حول حوافز إدارة دونالد ترامب قبل أسابيع على زوال هذه الإدارة وخروج دونالد ترامب من البيت الأبيض بأن تعترف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء،
وما طبعا هذا القرار له تداعياته الدولية الأمريكية، لكنه أيضا له تداعياته في شمال أفريقيا، فكيف تفسر ذلك؟ نعم، أنا لا أميل كثيرا للتأكيد على الطابع الظرفي لهذا القرار. هناك اتجاه عام في الدبلوماسية الدولية وفي الدبلوماسية الأمريكية حتى من أيام الرئيس أوباما بالسعي لإغلاق الصراعات والنزاعات المزمنة التي ثبت أنها أصبحت ضارة لكل المناخ الدولي وللمناخ الإقليمي، والتي تعيق دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المناطق. وبالتالي كان من الضروري ويجري عمل حسيس من أطراف مختلفة في هذا الاتجاه. لذلك نعم، الرئيس ترامب يعني يستطيع أن يفعل بطريقة انعطافية حادة ما قد يتردد الآخرون بقيام به أو يقومون به بطريقة دبلوماسية، ولكن من حيث المبدأ في اعتقادي أن هذا التوجه هو توجه راسخ في كل منطقة الشرق الأوسط بإغلاق الصراعات التي أصبحت خطرة ومعيقة وتسمح لقوى أخرى بالدخول إلى المنطقة بحجة هذه الصراعات. وكأنك تؤكد ولا تلمح دكتور سمير التقي أن إدارة بايدن لن تعود عن هذا القرار، وأنه فعلا هو قرار أمريكي، قرار الدولة العميقة، الإدارة الأمريكية. أنا لا ألمح، لا أبدا لا ألمح. أنا أؤكد وأعتقد بأن بايدن سيتقدم في الاتجاه وسيستفيد من هذا الاختراق الذي حققته الإدارة السابقة لكي يبني عليه تطورات معينة في المنطقة. الولايات المتحدة الآن إذا أدركنا حتى من السنتين الأخيرتين من فترة أوباما بدأت في رفع مستوى مناعتها الاستراتيجية وبناء علاقات وتسوية العلاقات وتعزيز تحالفات على مستوى استراتيجي، بمعنى هناك الآن لدينا المغرب، لدينا دولة الإمارات العربية المتحدة، لدينا أيضا الوضع مع تايوان، في انتقال كبير لإعادة ترميم العلاقات وسحب كل عوامل التعكير بهدف عمليا إعادة ترتيب الوضع في وقت استفادت فيه قوى أخرى في الدولية من حالة التوترات. ومن يعني مثلا أضرب مثال، روسيا صدرت إلى الجزائر عمليا خلال ال10 سنوات الأخيرة حوالي 10 مليار دولار من الأسلحة. من هو العدو في هذه الحالة؟ هو المغرب. للأسف العلاقات المغربية الجزائرية تشكل يعني قضية الصحراء فيها عنصر رئيسي للتوتر، فإذا قوى دولية تستفيد من هذه الصراعات ومن خلالها تحاول إنجاز اختراقات استراتيجية. في اعتقادي هذا التوجه رئيسي وليس مرتبط بالرئيس ترامب. الرئيس ترامب يجريه بطريقة على طريقته، يعني بشخصيته. لا أعتقد بايدن كان يمكن أن يقوم بذات الشيء ولكن بطريقة سلسة دبلوماسية. أشرت إلى ملف مهم دكتور سمير، سأحاول أن أسألك لاحقا عن هذا الملف، ملف علاقة الولايات المتحدة مع شمال أفريقيا، خصوصا أن الموقف الروسي من القرار الأمريكي كان واضح أيضا يعني هناك إدانة وكأنه روسيا أقرب إلى الموقف الجزائري. أستاذ صبري لحو المحامي المتخصص في شؤون الصحراء المغربية من الرباط. أستاذ صبري، حضرتك متابع جدا ومتخصص في هذا الشأن، كيف فهمت هذا الموقف الأمريكي؟ البعض يعتبر أن هذا الموقف له توقيت هذا الموقف له علاقة باستئناف العلاقات أو إعادة استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بينما الدكتور سمير من واشنطن يقول أن الأمر ليس كذلك. ما رأيك؟ أعتقد نفس موقف الدكتور، باعتبار أن الموقف الأمريكي والمرسوم والإعلان الرئاسي الأمريكي يجب قراءته من خلال أبعاد 3. أولا، هو ينسجم مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ومع قرارات مجلس الأمن الذي أدركوا أن النزاع في الصحراء يحتاج مبادرة من أجل تنزيل الحل السياسي الذي
الذي كان فكرة سياسية مجردة، وأصبح المجلس ينعته بتسميات ونعوت متعددة، ولكن يحتاج إلى جرأة وشجاعة من إحدى دول مجلس الأمن، وخاصة من الدول الماسكة أو التي تملك حق النقد، من أجل تسمية الأشياء بمسمياتها. أي ماذا يعني مجلس الأمن والأمم المتحدة بصفة عام بالحل السياسي المتوافق عليه الواقعي والعملي. إذن هنالك الآن قناعة وهنالك نتيجة أن ما كان يسميه وينعته مجلس الأمن هو مبادرة المغرب بالحكم الذاتي، وبالتالي فإن ترامب تملك وجرأة كبيرة ويأتي في هذا السياق. السياق الثاني والذي لا يتحدث عنه الجميع، وهو أن اعتراف ترامب هو اعتراف بشرعية التاريخ، بشرعية سيادة المغرب التي تستند على شرعية تاريخية، وتقيم أيضا وترتكز على رجحان تاريخي، باعتبار أن حكم محكمة العدل الدولية أقر بوجود روابط بين الصحراء وبين السلطة المركزية في المغرب. إذن بعد هذه المرتكزات والإسناد المرجعي الذي نعتقده بالنسبة لترامب، يأتي البراغماتية، تأتي المصالح المتكاملة والمتطابقة بين أمريكا وبين المغرب، باعتبار ويمكن في هذا الصدد الرجوع إلى الخلف وإلى اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب والشراكة الاستراتيجية. إذن المرتكز الثالث هو الواقعية والمصلحية البراغماتية التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أنها تنظر إلى المغرب وإلى الموقع الاستراتيجي المغرب، وأن هنالك ميل دولي، أن المغرب ثبت أنه رقم صعب في المنطقة، وأنه دولة صاعدة، وأنه يملك تجربة كبيرة على الصعيد الدولي وخاصة على الصعيد الإفريقي. طيب سنناقش معك أستاذ صبري هذه السياقات الثلاث، لأنه مهم جدا هذا الذي تحدثت عنه، خصوصا وكأنك تقول أن الولايات المتحدة اتخذت موقفا، دعني أقول منحازا للموقف المغربي، وهذا يعني أنه في سياسة جديدة للولايات المتحدة كيف نفهمها في الرباط. سأعود إليك أستاذ خير الله الصحفي والكاتب السياسي، وحضرتك طبعا يعني مطل جدا ولديك مؤلفات عن المغرب وعن شؤون المغرب. أولا، هل فاجأك الموقف الأمريكي؟ وثانيا، هل لديك تفسير دعني أقول جيوستراتيجي أو حتى توقيتي لهذا الحدث؟ لا، أنا ما تفاجأت لسبب كثير بسيط، إنه يعني شفت ديفيد شينكر مرة بلندن، كان جاي من المغرب، نعم، وشرح لي شو الموضوع، شو محادثات اللي عملها، شو الأساس بتاع المحادثات. يعني كان هي عمليا في موضوع صار فيه إيمان يعني وقناعة عند الدول الكبرى إنه هذا الموضوع موضوع، هي قضية مفتعلة يجب الانتهاء منها. هي قضية بين المغرب والجزائر ليس أكثر. عرفت كيف؟ بوليساريو ليست سوى أداة تستخدمها الجزائر لشن حرب استنزاف على المغرب. آن أوان يعني الانتهاء من هذه القضية المفتعلة، وأعتقد أن المغرب عرف كيف يستفيد من المناخات الدولية، وخصوصا من أن إدارة ترامب تود الحصول على انتصار شكلي، يعني تقول أن المغرب يعني استأنف العلاقات مع إسرائيل، مع أنه لا يوجد جديد في هذا الموضوع. يعني يمكن سنناقش أكثر موضوع العلاقات مع إسرائيل. لا مش العلاقات، لا عم بقول الموضوع مش هنا. لا صحيح، موضوع بس هو أنا نفس في الموضوع أمريكا، أن الولايات المتحدة عندما تتخذ هذا الموقف القريب من الرباط، هل هذا يعني أنها حسمت أمرها وبالتالي تتخذ موقفا مضادا للجزائر مثلا؟ لا ما مش أخذ موقف مضاد للجزائر، هي عم تخدم الجزائر، عم تقول للجزائر إنه هيدي الألاعيب اللي كنت تعمليها أنت لما كان عندك فائض في الدولار الأمريكي من الغاز والنفط، يعني هذه مسألة انتهت. بدل صرف الأموال على مواضيع لا فائدة منها، على النظام بالجزائر التوقف عن الهروب إلى الخارج وتصدير أزماته، عليه الاهتمام بالجزائر وبما يجري في الجزائر.
هذا هو الموضوع الأساسي، وتوقف عن هذه الحرب التي تستهدف فقط إلى استنزاف المغرب. هذه الحرب مستمرة منذ 1975، ما لازم ننسى يعني، وهي مفتعلة من ألفها إلى يائها، لا أكثر ولا أقل. فهذه الألاعيب التي كانت تستطيع أن تمارسها الجزائر في الماضي بسبب قدرتها على يعني في بيع النفط والغاز بأسعار مرتفعة، هذه انتهت. هذا عصر انتهى. العصر انتهى، معنى ذلك أن هذه هامش المناورة عند الجزائريين ضاق جدا، وهناك فهم أمريكي ودولي وأوروبي لهذا الموضوع. وهذه الحيلة التي اسمها حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، هذه قضية غير صحيحة إطلاقا، لا أساس لها. إذا كان أولا محمد عبد العزيز اللي كان يسمي حاله رئيس الجمهورية الصحراوية عن مطلب الاستقلال، لأن المغرب يطلب مسألة حق تقرير المصير. لا عملها حق تقرير المصير، هو يتحدث أنه لا، حق تقرير المصير من أجل الوصول إلى الاستقلال. عرفت كيف؟ هذا الذي حتى تتحدث عنه الجزائر، أنها تؤيد الشعب الصحراوي لأنها تؤيد حق تقرير المصير للشعوب. هذه هي النقطة الأساسية. خلينا مش موجودة خلينا لاحقا ولا بشكل من الأشكال يعني. تمام أستاذ خيرالله، خلينا نناقش لاحقا مسألة الموقف الروسي، لكن أيضا مسألة الخيار المغربي في هذا الشأن. أستاذ مصطفى طوسة من باريس، طبعا حضرتك متابع أيضا الموقف الأوروبي والموقف الفرنسي، والموقف الفرنسي بشكل أو بآخر كان مائلا إلى موقف الرباط لكنه لم يكن حاسما. هل الموقف الأمريكي يحرج الفرنسيين، يحرج الأوروبيين، وقد يدفعهم إلى أن يناقشوا أكثر مسألة أن يقتربوا أكثر من المغرب؟ نعم، بطبيعة الحال سيكون نوع من الإحراج السياسي والدبلوماسي بالنسبة للأوروبيين وللفرنسيين على الخصوص، لأن الموقف الأمريكي واضح المعالم، يعترف بطريقة لا لبس عليها بمغربية الصحراء، ويتحدث في مجلس الأمن أنه يجب على الدول العظمى في مجلس الأمن أن تقر بموقف أمريكا التي تعترف بمغربية الصحراء. فرنسا كانت دائما يعني منذ سنوات تساند فكرة الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب، لكن لم تذهب إلى حد الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء. ولا شك بأن الموقف الأمريكي الحالي ستكون له تداعيات على يعني العواصم القرار الأوروبي التي ستراجع بطريقة أو بأخرى موقفها ومقاربتها من أزمة الصحراء. الكل له مصلحة من أن ننهي هذا النزاع الذي دام أكثر من 40 سنة. الكل له مصلحة من أن ننهي هذا النزاع الذي أصبح منبعا للا استقرار ولا أمن في المنطقة. وأنت تعرف جيدا يعني أنشطة الحركات الجهادية. أستاذ مصطفى، هل توافق على يعني بعض وجهات النظر يعني أثار الدكتور سمير الطاخي والأستاذ خيرالله حول أن هناك تقريبا نزوع دولي لإنهاء هذه ملفاتنا؟ هل هناك في باريس، في واشنطن، في بروكسل وفي أوروبا من يقول نريد إقفال هذا الملف؟ نعم، هناك يعني إرادة قوية واضحة بأن يجب على المجموعة الدولية وعلى دول الجوار، وأقصد بدول الجوار دول الاتحاد الأوروبي، الدول المتوسطية، الدول الساحل، أن تنهي هذا النزاع، لأنه كما كنت أقول أنه تحول إلى مصدر قلق وعدم استقرار. وهناك جماعات إرهابية تتحدث يعني تجول وتصول وتهدد بأمن واستقرار المنطقة. يعني أكبر مؤشر إلى أن الدبلوماسية الفرنسية قد تغير من مقاربتها بطريقة واضحة وهو أن ردة الفعل التي جاءت مباشرة بعد الموقف الأمريكي. قالت الخارجية الفرنسية بأن حان الوقت لكي نجد حلا لهذا النزاع. هناك نفاذ صبر فرنسا، نفاذ صبر المجموعة الدولية والاتحاد الأوروبي. لذلك أنا أتوقع يعني في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة أن يكون هناك نوع من الضغط على الجزائر بطريقة ناعمة، إذا صح هذا التعبير، ضغط سياسي لكي تجعلها تنخرط. أستاذ مصطفى، نحاول أنا في القسم الثاني أيضا أن نسلط الضوء على ما جرى قبل الحدث الأمريكي، عندما أعلنت الإمارات ثم البحرين ثم الأردن عن فتح قنصليات، وهذا اعتبر مفاجأة أيضا أو تحول عربي معين، وكأنه كان ممهدا لأشياء أخرى. نناقش ذلك بعد الفاصل.
إلى واشنطن دكتور سمير الطاقي من جديد. أريد أيضا أن أفهم منك أكثر دكتور سمير. هو صارت يعني مجموعة من الأحداث التي أعلنت من واشنطن، علاقات إسرائيل بالإمارات بالبحرين وبالمغرب وبالسودان، وسؤالي لك لماذا إلى هذه الدرجة يهتم دونالد ترامب قبل رحيله بأن ينجز ذلك، يعني أي رصيد له وهو ذاهب ويخرج من البيت الأبيض؟ وهل في هذه القرارات ما قد يلزم إدارة الديمقراطيين بعد ذلك؟ اولا طبعا هذه القرارات تعتبر يعني ملزمه، وليس في تقاليد الدبلوماسيه الامريكيه ان يتم العوده عن قرارات حاسمه من هذا النوع، وبالتالي الامر مستقر. وفي اعتقادي كما قلت سابقا الولايات المتحده بشكل عام ترى في هذه المشاكل الاقليميه مدخلا لقوى اخرى، في حين هي تحاول ان تعيد تحصين وضعها الدولي. المغرب على سبيل المثال هو الدولة الأولى التي قامت الولايات المتحدة بإقامة علاقات دولية معها بشكل ثابت في أفريقيا بأكملها وفي العالم العربي. نعم. وحاليا من الدول الأولى أساسا اللي اعترفت في الولايات المتحدة. هناك أهمية أيضا لأمن البحار، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية الآن تندب وتتعامل وتبني عمارات استراتيجية رئيسية في العالم. الآن لدينا العمارة التي تبنى بين اليابان وبين أستراليا والهند وتايوان في وضع معين. لدينا الآن المغرب فيما يتعلق بجنوب الأطلسي، وتبنى تحالفات بهدف إغلاق الفراغات التي نشأت في مرحلة ما بعد. هل أصبحت يعني هذه الخريطة واضحة لك يا دكتور سمير؟ لأنه عندما تحرك الأمريكيون مؤخرا في الموضوع الليبي كان التحرك خجول، لم نفهم موقفهم في دول شمال أفريقيا كلها. هذه المرة عندما اتخذوا هذا الموقف الداعم للمغرب، وكأنهم يعني يأخذون موقفا ضد الجزائر وضد، دعني أقول، مصالح روسية أيضا في المنطقة. وطبعا روسيا تستفيد من كل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط من أجل أن تخترق التحالفات التي بناها الغرب على مدى عقود طويلة. أما بالنسبة لليبيا أنا أعتقد الموضوع مختلف. ليبيا روسيا موجودة فيها، وعمليا من الناحية العملية وقفت الولايات المتحدة الأمريكية لتبريد الصراع ولمنع روسيا من الوصول إلى مصادر النفط والهيمنة عليها في اعتقادي. وهذا ما جرى بشكل دقيق. هي لا تريد أن تقف ضد قوى معينة إقليمية كانت مهتمة بأن تتطور الأمور في ليبيا باتجاه معين وباتجاه تكريس وضع أمني ثابت ومستقر، في حين أنها بالمقابل لا ترتاح عمليا لدخول الروس في هذا المجال. التبدل الذي يجري الآن في شمال أفريقيا بشكل عام وفي الجزائر بالذات يضعنا في مرحلة جديدة. قضية التنمية، قضية الانفراج الإقليمي أصبحت يعني مدخل رئيسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لإعادة بناء كما قلت عماراتها الاستراتيجية. وهنا البحر هو العنصر الرئيسي الذي تأخذه بعين الاعتبار، بمعنى هناك عودة في العالم بأسره للجيوستراتيجية. لم تعد قضية المصالح المباشرة للدول الاقتصادية العابرة أو حتى الطويلة الأمد هي الأساس الآن أصبح في رسم السياسات الدولية هو الموقع الجيوستراتيجي، وبشكل أساسي الأمن، السلامة البحرية وسلامة التجارة العالمية. في ظرف تحاول دول معينة نشاهد نفس المنظر عمليا في البحر الأحمر. تركيا تتنافس، روسيا تدخل، إسرائيل موجودة، وإيران أيضا تدخل على في الموقع الجيوستراتيجي. هذه فكرة مهمة دكتور سمير أنقلها للأستاذ صبري لاحق في المغرب. طبعا ما فاجأنا هو مواقف عربية جديدة، قنصليات تفتح، المغرب الإمارات عفوا البحرين والإمارات والأردن، وقيل أن هناك دول أخرى أيضا قادمة إلى الصحراء، إضافة إلى الموقف الأمريكي. وكأن هناك دعني أقول تيار سياسي يتشكل، تيار سياسي إقليمي دولي يتشكل. وهنا سؤالي أستاذ صبري، ما هو موقع المغرب من هذا التيار إذا كان موجود؟ طبعا
نعم، كل هذه العلامات وهذه الخطوات العملية إن على مستوى فتح قنصليات إفريقية أو عربية أو إعلان أمريكي بمغربية الصحراء، يعني أن المغرب أصبح رقما في السياسة الدولية إن على المستوى الأمني أو حتى على المستوى التنموي. إذن هنالك تيار يتشكل، هذا التيار استوعب وتفطن وأدرك الأهمية الجيوستراتيجية للمغرب، أدرك أن المغرب يمتلك مفاتيح إفريقيا، بحيث أن المغرب عمل على إجراء مسح كامل لمناطق الأعمال والاستثمار في أفريقيا، اكتسب تجربة هائلة تمكنه من أن يكون دليلا ومرافقا لكل من يبحث عن الأعمال في إفريقيا. إذن هذه معناه أن المغرب يكتسب عائدا سياسيا جراء ونتيجة خطته الجديدة في إفريقيا بعودته وبانفتاحه على كل الدول الإفريقية. الدبلوماسية المغربية استطاعت أن تقنع كل هذه الدول بأن تجسد على هذا الخيار الدبلوماسي. لكن أستاذ صبري أيضا كيف تفهم أن هذا التقدم الدبلوماسي الذي حصل مؤخرا وخصوصا الاعتراف الأمريكي أتى، دعني أقول، بعد أيام على توتر عسكري كبير في منطقة الجراجات في الصحراء، وكأننا كنا على أبواب حرب، وإذ فجأة انتهى كل شيء وذهبت الولايات المتحدة بنحو الخيار الآخر. هنا ما يعطي الأهمية الأكثر للقرار الأمريكي، بحيث أن تأمين الجيش المغربي لممر التجاري للجرجرات وإقامة سد يفصل بين ميليشيات البوليزاريو وبين منفذ البحر وبين الممر ومساند، وهذه الخطوة الأمريكية تعني شيئا واحدا، أن أمريكا تساند الموقف المغربي، أن أمريكا توفر الحصانة السياسية، المظلة السياسية والقانونية أيضا للموقف المغربي، بحيث أن هذا الاعتراف يجب أن يفهم أيضا من الناحية السياسية ومن الناحية القانونية، بحيث أنه يكسر الجمود السياسي وجمود الصراع الذي دام طويلا، وبالتالي أصبح لزاما أن تتقدم إحدى الدول الكبرى، وخاصة وهو ما فعلته. طيب عظيم أستاذ صبري، هذا ما حصل. سأفهم منك لاحقا ما أهمية هذا الاعتراف الأمريكي، لأنه أيضا المغرب كل بحثه هو أن يكون هناك اعتراف أممي وليس فقط أمريكي في هذا الشأن. أستاذ خير الله في هذا المضمار أريد أن أفهم منك أيضا، أو قبل كل شيء، هذه النقلة النوعية الكبرى للدول العربية الثلاث، أولا لماذا؟ ثانيا إذا كان هناك دول أخرى، وثالثا ما الذي يعنيه في علم الجيوستراتيجيا هذا الأمر؟ أولا هذا يعني التعاطي مع الواقعية لا أكثر ولا أقل. هناك يعني عمليا كما في فكرة كنت أنا عم طورها وأنت ما خليت تكملها عزيزي، سامحني، بس هي عم لك انه والده لمحمد عبد العزيز اللي كان يدعي انه رئيس الجمهوريه الصحراويه وهي جمهوريه وهميه، كان ضابط صف في الجيش المغربي، يعني كانت العائله مقيمه في منطقه مغربيه على الاطلسي قريب من الجديده بعتقد، قريب من الدار البيضاء. عمليا في شيء تغير بالعالم. المغرب استطاع بفضل يعني حكمة الملك محمد السادس وخبرته الطويلة في الشؤون الدولية والإفريقية والاختراقات التي حققها المغرب في إفريقيا، استطاع أن يفرض نفسه على الولايات المتحدة. يعني ما في مفر بقى إذا كنت بدك تتعاطى بواقعية مع هذه المشاكل في المنطقة، لا يمكن إلا أن تتعاطى مع المغرب، ولا يمكن إلا أن تعترف بأن هذا القضية هي قضية مفتعلة وهي قضية بين المغرب والجزائر. هذا ما حصل، وهذا يعني هو نتيجة عمل دبلوماسي وعسكري إلى حد ما، يعني استغرق أكثر من 45 سنة. ما ننسى أن المسيرة الخضراء كانت قبل 45 سنة بسنة 1975، واللي حصل في الكركرات هي فقط
محاولة جزائرية عن طريق البوليساريو للقول أن قضية الصحراء ليست منتهية. بالفعل القضية انتهت، وصفحة هذه القضية طويت، والدليل على ذلك أن إغلاق الممر عن طريق البوليساريو بين المغرب، المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، استطاع المغرب فضه بطريقة سلمية يعني وحضارية بالوقت ذاته من دون الاصطدام بأحد. يعني طيب. هذا له رمزية في غاية الأهمية، أن هذه قضية انتهت، وأن الدول الكبرى خصوصا الدول الأعضاء ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن عليها أن تعترف بهذا الوضع الجديد. وهذا ما يحاول بعض العرب العقلاء الذين فتحوا قنصليات في العيون إفهامه للآخرين وللعالم. هذا الموضوع يعني عمليا الذي غابت عنه جامعة الدول العربية منذ البداية. الآن الأوان أيضا أن يقف العرب جميعا مع المغرب من أجل إفهام كل من يعنيه الأمر أن العالم تغير، وأن المهم حاليا على كل بلد عربي أن يهتم بشعبه أولا. طيب، عندما تقول أن كل هذه المسألة أستاذ خير الله هي مسألة جزائرية، يعني هل هذا يعني أن الإمارات والأردن والبحرين اتخذوا موقفا دعني أقول بعيد عن الجزائر؟ يعني هل لا هن حاولوا يخدموا الجزائر، حاولوا إقناع الجزائر. يعني في الجزائر تمر بأزمة عميقة جدا، يعني ما تنسى الجزائر 2013 2019 حكمها رجل مقعد، يعني كيف ما بيقدر يتكلم، هو عبد العزيز بوتفليقة. يعني هذا تعبير عن الأزمة الجزائرية. يعني أنا وقتها كتبت مقال يقول هل بوتفليقة هو المريض أم الجزائر هي المريضة؟ وهذا الموضوع. وهذه الأزمة لم تحل. عبد المجيد تبون الذي انتخب قبل سنة رئيسا للجزائر لم يحل الأزمة، وانتخابه لن يحل هذه الأزمة. والدليل على ذلك الاستفتاء الذي جرى أخيرا على دستور يعني قاطعه الشعب الجزائري. عمليا البلد في أزمة عميقة، على الجزائريين يعني كقيادة أن يتصالحوا مع الجزائريين. طيب. أن يتصالحوا مع شعبهم أولا قبل الانصراف إلى معارك وهمية ولا فائدة منها مثل معركة الصحراء المغربية. طيب. هذا عالم تغير، وهذا زمن مختلف. هذا ما تحاول بعض الدول العربية قوله للعالم. أستاذ خير الله، سنذهب في القسم الأخير. إذا كان هذا العالم تغير، سأطرح السؤال الأول على الأستاذ مصطفى الطوسة لأفهم أكثر موقف باريس المؤثر جدا على موضوع شمال أفريقيا وعلى موضوع الاتحاد الأوروبي بعد الفاصل. بعد في القسم الثالث والأخير المغرب والعالم دبلوماسية الصحراء، نقاش هذا المساء. أنتقل إلى باريس الأستاذ مصطفى الطوسة. أستاذ مصطفى، في هذا المجال كثير يعول على موقف باريس وموقف فرنسا، وطبعا العلاقة نوعا ما خاصة بين فرنسا وشمال أفريقيا وبين فرنسا والمغرب. لا أعرف إذا كان هذا القرار الأمريكي يعني جرى دعني أقول مناقشته لدى الدبلوماسية الفرنسية، وهل هذا وجرى مناقشته بين الدبلوماسية المغربية والدبلوماسية الأوروبية، وهل الآن المغرب أصبح لديه أوراق أقوى للتحدث مع الأوروبيين في هذا الموضوع، بمعنى يعني أوقفوا اللعب ونريد الحسم في هذه القضية؟ نعم، بطبيعة الحال أنا أعتقد ولدي قناعة قوية بأن تطورات الملف الصحراوي على المستوى العربي والأمريكي لا شك أن الرباط الدبلوماسية الفرنسية أطلعت خطوة بخطوة الدبلوماسية الفرنسية وباريس، لا لسبب إلا لأن باريس منذ سنوات أظهرت عن دعمها اللامشروط بطريقة واضحة للطرح المغربي وهو الحكم الذاتي، وفي عدة
منتديات دولية سواء أممية أوروبية أو غير أوروبية كانت باريس تقف إلى جانب المغرب وتدعمه سياسيا ودبلوماسيا. فمن المعقول ومن المنتظر أن تكون باريس على علم بكل هذه الخطوات. لكن باريس لو ترك لها الأمر لوحدها لاعترفت غدا بمغربية الصحراء. يجب أن نذكر بأن باريس حاليا تريد أن تقيم حوارا استراتيجيا مع الجزائر من أجل إصلاح الذاكرة، من أجل التوصل إلى مصالحة شاملة وقوية وذات زخم كبير بين الشعبين الفرنسي والجزائري. ربما التريث الفرنسي في هذا المجال قد تكون له علاقة مع هذه الجهود الفرنسية التي يبذلها حاليا إيمانويل ماكرون، والذي يريد أن يتوج ولايته يعني أفعال تاريخية مهمة على مستوى الذاكرة وعلى مستوى المصالحة بين الذاكرتين الفرنسية والجزائرية. بالتالي أستاذ مصطفى يعني موقف باريس يعني موقف معقد، يعني كيف يمكن أن تصالح موقفها ما بين موقف المغرب وموقف الجزائر في موضوع شديد الحساسية هو موضوع الصحراء؟ نعم، أنا أعتقد بأن الجانب الذي ستستثمر فيه الدبلوماسية الأوروبية والفرنسية هو محاولة إقناع الجزائر والنظام الحاكم في الجزائر، سواء الذي يحكم اليوم الجزائر أو الذي سيحكمه غدا، لأن هناك تغييرات تجري حاليا، هناك صراع أجنحة بين الجزائر ولا أحد صراحة يعرف من سيحكم الجزائر عام 2021. يعني الاستثمار الأوروبي الحالي وهو محاولة إقناع هذه القيادة الجزائرية بأن عليها أن تغير يعني نموذج تفكيرها ومقاربتها، يعني وتأخذ بعين الاعتبار بأن هناك شيء كبير حدث في المنطقة بالاعتراف الأمريكي، بالاعتراف الإفريقي، بالاعتراف العربي، وأن على الجزائر أن تخرج من هذه العزلة، من هذه الجزيرة المعزولة. هي الوحيدة الآن التي لا زالت تساند وتمول الانفصال السياسي والعسكري في جنوب المملكة. لذلك هناك أنا أعتقد بأن الحقبة المقبلة ستكون يعني كيف يمكن لهذه الدبلوماسية الأوروبية يعني ومرفوعة بالدبلوماسية الفرنسية لإقناع الجزائريين بأن حان الوقت لتغيير المقاربة ولتغيير النظرة الشمولية لهذه المنطقة ولجعل الجزائر تنخرط في العملية التفاوضية. لأن المغرب لا يقول بأن ملف الصحراء قد يعني أقفل نهائيا، هو يقول بأن يجب تفعيل وإنزال عملية الحكم الذاتي، وعملية الحكم الذاتي فيها أزمة إنسانية، فيها لاجئين صحراويين، فيها حقوق، والمغرب حتى وهو يريد أن يفعل هذه الفرضية هو بحاجة إلى مفاوضات مباشرة مع الجزائر، بحاجة إلى دعم أوروبي، بحاجة إلى الدول الإفريقية المحيطة بهذه الأزمة لكي ينخرطوا بطريقة وبمصداقية كبيرة لمساعدته في ذلك. لذلك الحل الوحيد هنا أن الأوروبيين بمصداقيتهم بتأثيرهم على القيادة الجزائرية أن يحاولوا أن يقنعوها بربط الاتصال بالرباط وبالتوصل إلى تفاهم مغربي جزائري حول هذه القضية. الطريقة المثلى والوحيدة لضمان مصالح المغرب، مصالح الجزائر، ومصالح دول الإقليم. هذه هي أنا أعتقد الخطوة المقبلة التي ستستثمر فيها دبلوماسية الاتحاد الأوروبي. أجدت أستاذ مصطفى للتذكير للمشاهدين بأن المغرب يطالب بحكم ذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء، بمعنى أن تجري انتخابات ويجري حكم ذاتي تحت السيادة المغربية. والمغرب يعتبر أن الجدل هو مع الجزائر، وطبعا كما أشرت أستاذ مصطفى هو يطالب بمفاوضات مع الجزائر، لكن الجزائر تعتبر أن هذه ليست قضيتها، هي قضية الصحراويين، وبالتالي هي تنسحب من هذا الموضوع. أريد أن أعود إليك بشكل مباشر أستاذ صبري لحو في الرباط لأحدثك عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل. المغرب حاول قدر الإمكان أن لا يقول أن الأمر حدث كبير وأن هناك علاقات قديمة ويجري استفتاء، وأن هناك يهود مغاربة وضرورة التواصل بشكل أو بآخر. والدبلوماسية المغربية يا أستاذ صبري حاولت قدر الإمكان أن لا تقول أن هناك مقايضة ما بين الموضوعين، موضوع العلاقة مع إسرائيل وموضوع اعتراف أمريكا في الصحراء. كيف تقيم هذا الحدث؟ أولا لا يمكن أن يفهم من الإعلان الأمريكي أو حتى المرسوم الأمريكي
أنه مقايضة. أولا لأن المقايضة تعني أن المغرب يملك حق يمكن أن يجري تنازلا متبادلا بينه وبين الغير. المغرب ولئن يساند وجدانيا وإنسانيا وإيمانا راسخا وعميقا القضية الفلسطينية، وقد قدم هذه القضية بدماء شهدائه وقدم الكثير ماديا ومعنويا لهذه القضية، ولكن لا يملك أن يتنازل عن هذه الحقوق الفلسطينيين الثابتة بمقتضى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. إذن المغرب لا يملك حقا ليتنازل عنه، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا المرسوم هو مبادلة أو هو مقايضة أو هو صفقة من أجل أن تعترف أمريكا بالحقوق وبسيادة المغرب على الصحراء. استئناف المغرب لعلاقته مع إسرائيل أولا أملته مجموعة من الاعتبارات، منها ما هو ثقافي، منه ما هو إنساني، ومنه ما هو اجتماعي، ومنه ما هو اقتصادي أو حتى سياسي. وهنا يجب أن نرجع لتقييم حتى المقاطعة التي دامت 7 عقود أو 69 عاما بالضبط. هل أعطت نتيجة للفلسطينيين؟ هل أعطت نتيجة هذا أوكي، هذا نقاش آخر، لا أريد أن أدخل فيه أستاذ صبري، لا أدخل يا أستاذ صبري. أريد أن يعني هو موضوع العلاقة المغربية الإسرائيلية ليس له علاقة بالموضوع الفلسطيني، لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع. أريد أن أفهم منك دكتور سمير التقي حول هذه المسألة، وخصوصا أنك أشرت إلى الموضوع التغيرات الجيوستراتيجية القادمة، وكأنه الإدارة القادمة ستكون في المنطقة أمام من هو على علاقة مع إسرائيل ومن هو ما زال خارج العلاقة مع إسرائيل. هل هذه تقييمات حقيقية؟ هناك ألوان حاليا في المنطقة. فيما سأقوله سأعود لما قاله الرئيس المنتخب بايدن خلال لقاءاته مع مجمعاته الانتخابية في الحزب الديمقراطي عام 2019. عمليا هو يرى بأن منطقة الشرق الأوسط قد أخذت رهينة من قبل عدد من الصراعات التي وصلت إلى قعرها. هذا كلام دقيق، وهو بمعنى أو بآخر يعتبر، بالتالي في اعتقادي يعتبر بأن هذه الصراعات يفترض أن تسير وتدفع، وهي تعرقل عملية التنمية، تعرقل دور الولايات المتحدة الاستراتيجي في المنطقة، تعرقل وتخرب تحالفات الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تدخل من خلال هذه الشقوق، تدخل إما الصين أو إيران. يعني عمليا بذريعة القضية الفلسطينية احتلت سوريا والعراق واليمن ولبنان، كلها بذريعة تحرير فلسطين وبذريعة، وعمليا لم تحرر فلسطين وعمليا لم ينجز أي شيء في هذا الاتجاه. ولكن وبالتالي التوجه العام هو بأن على الولايات المتحدة أن تدفع بشكل دبلوماسي. الآن سنجد مقاربات دبلوماسية أكثر تقليدية وأكثر توافقية من قبل الرئيس بايدن وفريقه، والسيد بلينكن لديه مواقف واضحة سواء فيما يتعلق بقضية الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفيما يتعلق أيضا بقضايا مختلفة بما فيها في اليمن، بما فيها في المغرب. وبالتالي الاتجاه العام هو راسخ في اعتقادي في الدبلوماسية الأمريكية وفي المؤسسة العميقة التي تضع الاستراتيجيات الأمريكية. طيب أستاذ خلال في هذا المجال كيف فهمت هذا التوقيت؟ طبعا لا أعرف إذا كانت تربطه، وبعدين لماذا هناك تبرؤ عادة في علم المصالح بالعلاقات الدولية، أنه هناك فعلا مقايضات، هناك مصالح يتم تبادلها، لماذا هذا التبرؤ بأن هذا الحدث ليس وراء الموقف الأمريكي الجديد؟ ما في تبرؤ، ما في شيء. يعني البيان الصادر عن ديوان الملك المغربي واضح كل الوضوح، يعني يشرح الموقف المغربي كما هو من دون أي يعني مواربة، كل شيء واضح، ما في وضوح. في وقت شعرت في إدارة ترامب أنه أنا الأوان للانتهاء من قضية الصحراء بطريقة أو بأخرى،
ويعني صار في خريطة جديدة للمغرب مودعة في يعني معتمدة رسميا في الولايات المتحدة، وصدرت هذه الخريطة في الجريدة الرسمية الأمريكية. هذا لا أكثر ولا أقل. يعني هي في ظروف كثيرة التقت عند نقطة معينة وعند توقيت معين، وكيف حصل ما حصل، لا أكثر ولا أقل. بالنهاية المغرب يعني ليس له علاقة بتوقيت العلاقة مع إسرائيل هذا الحدث. لا 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 لا، له علاقة، كله له علاقة ببعضه طبعا. ولكن ليست العلاقة مع إسرائيل هي الموضوع المهم في هذه المرحلة. المغرب بلد له خصوصية. بالنهاية المغرب لما سقط الأندلس سنة 1492 اجوا المسلمين واليهود اللي كانوا بالأندلس احتموا بالمغرب. في علاقة تاريخية بين المغرب واليهود، والمغرب لا يتبرأ من هذه العلاقة، بالعكس يعتبر أن اليهودية جزء من الثقافة في المغرب يعني. وهذا يعني سيعتمد في الكتب المدرسية قريبا، ستعلم يعني الثقافة اليهودية في المناهج الرسمية. المغرب أبدا ارتبط دائما بعلاقات حتى مع اليهود المغاربة اللي راحوا على إسرائيل، ما قطع معهم، اعتبر هذا مصدر غنى له. يعني وجود اليهودي في المدينة المغربية هذا مصدر غنى له، يعني في الدار البيضاء، في الرباط، في فاس خصوصا. يعني هذه ميزة مغربية صحيح. يعني تقوم على ثقافة التسامح والتنوع التي اعتمدها المغرب دائما، ثقافة الانفتاح وليس الانغلاق. ثم المغرب الدولة الوحيدة العربية هو اللي عندها إطلالة على المتوسط وإطلالة أخرى على الأطلسي. وهنا يعني بيت القصيد لو أرادت الجزائر مثل حماية مصالحها أصلا لكانت توصل إلى تفاهمات مع المغرب في شأن كيف يكون لها معبر ما أو منفذ ما على المحيط الأطلسي، ولكن بموافقة مغربية وتحت السيادة المغربية. هذا كل ما في الأمر. يعني أما استخدام قضية الصحراء لخلق دولة مصطنعة هناك وكيان لا أمل له بأي حياة فقط من أجل استنزاف المغرب، فهذا يعني هذه السياسة تبين عقمها وظهرت النتائج الآن. هذا ما يحصل حاليا هو تتويج لجهود دبلوماسية دؤوبة ومستمرة منذ فترة طويلة أوصلت إلى هذه المرحلة. أستاذ مصطفى الطوسة، هناك طبعا ناقشناك في موضوع الموقف الأمريكي، لكن أريد أن نناقشك في موضوع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل ومدى تداعيات على موقف المغرب بالنسبة للأوروبيين. هل هذا شيء جديد أو ليس هناك علاقة للموقف المغربي بهذا الحدث بالنسبة للأوروبيين أتحدث؟ نعم، أنا لا أريد أن أتحدث عن مقايضة أو عن صفقة لسبب بسيط، لأن موقف المغرب قبل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كان يعني نصرة للدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية وحقوق الفلسطين الوطنية. موقف المغرب ما بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء لا زال ثابتا، وهو الاعتقاد يعني. أستاذ مصطفى أنا أريد أن أوضح نقطة، يعني أستاذ مصطفى أنا أريد أن أوضح نقطة لك وأيضا مع الأستاذ صبري نفس الشيء. كل الدول التي استأنفت أو قامت بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، أتحدث عن كل الدول العربية، كانت دائما تقول أنها داعمة للحق الفلسطيني وداعمة لحل الدولتين ولم يحيدوا عن ذلك. لذلك لا أناقش هذه المسألة، أناقش الحيثيات التي تؤدي إلى أن تقوم المغرب بهذه الخطوة في هذا التوقيت، وليس يعني ليس قبل الدول العربية وليس يعني هذا التوقيت. نعم، يعني يجب أيضا التذكير بأن المغرب كان يقود معركة دبلوماسية شرسة لبناء وحدته الترابية. كانت هناك عدة يعني أوساط خصوصا جزائرية بذرت الملايين من أجل إفشال مشروعه الوحدوي، وهو يستغل كل موازين القوى التي تمنحها له المعادلات الدبلوماسية التي الحالية، علاقته مع الولايات المتحدة، تواجد يعني أكثر من 1
مليون يهودي مغربي في إسرائيل، ديناميكية التطبيع التي حالا يعني تخيم على العالم العربي تجاه إسرائيل. كل هذه يعني المعطيات استغلتها الدبلوماسية المغربية بذكاء لكي ترسخ يعني حقوقها في الدولية على الصحراء، وهذا شيء طبيعي. بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي لا شك أن استئناف العلاقات مع إسرائيل يعني ينظر لها بطريقة إيجابية من طرف دول الاتحاد الأوروبي. دول الاتحاد الأوروبي حتى في يعني صراع إسرائيل مع إيران ومع كل دول المنطقة دائما كانت تقف إلى جانب إسرائيل حماية لأمنها واستقرارها. وكون هذه الديناميكية أيضا طالت المغرب وطالت شمال إفريقيا سيكون من بين العناصر الإيجابية التي ستدفع دول الاتحاد الأوروبي بالانخراط في العملية السلمية وعملية الاستقرار شمال إفريقيا، وهذا شيء يعني لا أحد يناقش فيه. المغرب كان دائما يخوض حربا دبلوماسية رمزية سياسية منذ أكثر من 40 سنة، ويعني عندما تخوض حرب تستعمل كل الوسائل المتاحة أمامك لكي تحقق الهدف. من بين الأهداف التي حققها وهي مهمة في كلمتين أن مفهوم الاستقلال الصحراء تبخر، لم يعد يوجد. مفهوم تقرير المصير لم يعد يوجد في القاموس الدولي الأممي. الآن هناك أشكرك شكرا الحكم الذاتي. تماما لكن تداركنا الوقت. أشكرك جزيل الشكر أستاذ مصطفى الطوسة، كنت معنا من باريس. أشكرك أستاذ خير الله كنت معنا من لندن. أشكر أيضا دكتور سمير التقي الباحث في معهد الشرق الأوسط، كنت معنا من واشنطن. وأشكر الأستاذ صبري لحو المحامي المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، كنت معنا من الرباط. المغرب والعالم، دبلوماسية الصحراء، كان نقاش أبعد لهذا المساء. شكرا للانتباه، إلى اللقاء.